هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. مرحبا بكم مستمعين الكرام مع إشراقة شمس كل سبت، ومن إذاعتكم صوت الوفاق الوطني الأريترية. بعد أن استمعنا للفترة الأولى من بث إذاعتنا بلغة التجرينية، نقدم لكم ما يشرح الصدور وينير العقول. المستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم مجددا ونبدأ برنامج لهذا اليوم السبت الموافق 6 من جولاي 2019. حيحتوي برامجنا لهذا اليوم إعلان مهرجان باي إيريا كاليفورنيا، تعليق السياسي صبرا يا شعب فإن الطاقية سيسقط حتما، رسالة امرأة إريترية، شعر مرتع أحلامي كرن، وأغاني الإريترية المختارة. نتمنى لكم وقتا ممتعا هنا إذاعة الوفاق الإريتري. بشرى سارة لكل شعبنا المقيم في داخل الوطن وخارجه. Eritrean Senate Study Group، عدد كبير من دكاترة متعلمين وذوي الخبرة وإمكانية من الإريتريين قدموا دراسات أخذت أكثر من سنة ونصف، وسوف يقدموا دراساتهم إلى الشعب والدعوة عامة للمشاركة وللتشاور من أجل التغيير، المساواة، العدالة، من أجل الحرية في ظل الوضع الراهن في إريتريا. لذلك تدعو Eritrean Senate Study Group للمشاركة في كونفرنس في مدينة كاليفورنيا باي إيريا، وذلك في 5 و6 من شهر جولاي. وهذه الدراسات شارك فيها كل من مكونات المجتمع الإريتري بالتساوي، وأثبت مشاركة المرأة الحقيقية، وفتح مجال لكل الإريتريين مواطنين للمشاركة. لذلك تدعو اللجنة المنظمة Eritrean Senate Study Group للمشاركة في هذا المهرجان، وترحب بكم في يوم 5 و6 جولاي في كاليفورنيا باي إيريا. مستمعين الأفاضل، فيما يلي نقدم إلى حضراتكم تعليقا سياسيا تحت عنوان صبرا يا شعبي فإن الطاغية سيسقط حتما. الحكومات الحادبة على مصلحة شعوبها في إطار دستور يصون الحقوق ويحافظ على النسيج الاجتماعي، دائما هذه الحكومات الرشيدة عين ساهرة ويد فاعلة توفر سبل الحياة المعيشية الكريمة وتحسن أداء المرافق الخدمية من تعليم وصحة وضمان اجتماعي. وفي المشهد الإريتري الحزين حدثت سيناريوهات مؤلمة لا تعد ولا تحصى من قبل نظام ديكتاتوري انعدم نظيره في عالم اليوم، وظف جميع أدواته للتنكيل بشعب كان يتوق للحرية والانعتاق. لقد أصبح الشعب الإريتري خلال 26 عاما معملا مأساويا لتجارب خبيثة من قبل الدكتاتور إسياسي وأعوانه، ولا زال الوضع يراوح مكانه، وليس هنالك من بارقة أمل تلوح في الأفق القريب. هذا الدكتاتور استخدم جميع قواه العقلية خلال ربع قرن من الزمان في التلذذ بتعذيب شعب بمختلف الوسائل القمعية والطرق المخالفة للقوانين والمواثيق الدولية. بالمقابل لم تتوقف محاولات تغيير هذا الواقع المزري، منها من حصر في مطالبة النظام بضرورة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وبعدها انحصر في محاولة الإطاحة بالنظام وضرورة تقديم رأس النظام للمحاكمة. عندنا تجربتان، الأولى نادت به المجموعة الإصلاحية المعروفة بمجموعة 15 بقيادة محمود شريف، والثانية حركة فورت الباسلة في 21 من يناير 2013. لكن تلك المحاولات باءت بالفشل، واستطاع الدكتاتور أن يستمر في نهجه التسلطي بمزيد من البطش والتنكيل والتجويع.
ربما لا يتنبه البعض ما يفعله إسياس من تضييق الحياة المعيشية للمواطن في مختلف مجالات الحياة، لأن إسياس متأكد من أن الشعب لا يريده، وهذا العقاب الجماعي بحق هذا الشعب الأبيه لا يروي ظمأ هذا الدكتاتور البغيض. إنما يفعله اليوم أفراد الجيش من مصادرة ممتلكات المسافرين من أشياء تخجل الحكومات مصادرتها، مثل بضعة كيلوغرام من السكر والبن والأرز والأقمشة، وبيعها علنا وعلى مرأى ومسمع من الجميع في أسواق تسيني وكرن وكافة المدن الإريترية. ولسان حال الدكتاتور يقول لعساكره: افعلوا كل ما يخطر في بالكم من التنكيل بهذا الشعب، لا تعطوه فرصة حتى يفكر، وهي عادة سيئة في تاريخ الأمم والشعوب انتهجها الحكام المستبدون للسيطرة على شعوبهم. لكن الذي يجب أن يفهمه هؤلاء الجنود أن الطاغية إسياس مصيره الهلاك أسوة بمن سبقوه من الطغاة، أمثال الرئيس الأوغندي عيدي أمين والقذافي وكيم جونغ إل زعيم كوريا الشمالية الأسبق، والدكتاتور الروسي جوزيف ستالين، ودكتاتور رومانيا نيكولاي شاويسيسكو الذي أعدمه شعبه في 25 من ديسمبر لعام 1989. وليس ببعيد أن يأتي اليوم الذي يعدم فيه الشعب الإريتري إسياس وكل من لطقت يده بدماء الأبرياء. المستمعون الكرام، استمعتم إلى التقرير الإخباري لهذا المساء، والذي قدمه لكم أحمد حسن. نشكركم على حسن إصغائكم ونترككم لمتابعة بقية فقرات برامجنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت عايزة أتكلم في موضوع إنه شايفة الناس كلها بتهني بعيد الاستقلال. كنا نتمنى أن يكون استقلال، بس العكس، زي كل واحد إريتري فاهم وعارف، والأذى اللي حصل من النظام دخل لكل بيت، فلكل واحد بيهني النظام على عيد الاستقلال. أقول له كل سنة وإنت تشوف أسوأ أيامك، أيام سودة مع النظام إن شاء الله. بهذا النظام مناسبة أنه ضحى بقياداته اللي غضى عليهم، اللي كانوا مشاركينه نفس الهم أو أكتر، يعني قبل الحرية وبعد الحرية، عشان يستولى على البلد، ولا عشان عذب الشباب. على أساس إيه أنت بتهني النظام؟ عشان شرد الشعب. هم اللي بيهنوا دول يوم من الأيام كانوا بيدعوا على النظام، يدعوا عليه ليل نهار بسبب فعل النظام. هو السبب اللي خلاني اليوم أسجل. كان في أستاذ بيدرسني، لما طلبوا من الأساتذة أنه يتجندوا أو يتدربوا تدريب عسكري في بداية الألفينات، جمع أوراق الدكاترة كلها في شنطة مش في ملف، وكلم كل اللي حواليه إنه حصلت معاه كارثة على أساس ده مش نظام ودي مش دولة، وكان يلعن في النظام ليل نهار، وكان يلعن اليوم اللي جات فيه الاستقلال، يلعن يوم اللي أنا جيت فيه إريتريا، ولسه شايفاه يهن النظام ويمدح في النظام في صفحة لأحد من شحاتين السفارة. بالمناسبة لأنه بالنسبة للشعب هو يوم كارثي. ما تصفق مع النظام، أوكي؟ ما عايز تشتم النظام، خايف على نفسك، فهمنا، بس إنك ما تصفق مع النظام. النظام مش محتاجك، النظام عاملك بشكير تشفط كل اللي هو بيعمله، وانت تكتب لي كل سنة والنظام مش عارف ايه. دي هي مش حكومة، ده مجرد مافيا مسيطرين على البلد. حتى لو عرضتوني في الكلام أنا شايفة كذا، ومعظم الناس شايفة كذا، بس لما تكون مع واحد شحات بينهق دفل النخاع، وأستاذي لو سمع الكلام ده هو فاهمني على ما أعتقد، عيب عليك، عيب عليك، انت مش كده ولا اهلك مش كده، بس ليه تتلون؟ ايه التلون اللي انت فيه؟ ليه مذلول؟ ارفع راسك وقول له جايك الدور، خلي بالك جايك الدور، بس انت مجرد وظيفتك الايام دي انك انت تبلور وتكبر في صورة النظام، وجايك صدقني وما في حد حيزعل عليك.
النظام الإريتري مش بطل زي ما أنت تتكلم. النظام الإريتري عمل كل المصايب وشتت الناس ودمر الناس. ما في حاجة تفرح من ساعة ما جاء النظام، من يوم الاستقلال اللي أنت تتكلم عنه أو الناس الكثيرة اللي تتكلم عنه. الناس ما اجتمعت وضحكت مع بعض أبدا. كل يوم في بيت في أذى، في معتقل. من يوم ما بدأ بالاعتقالات. حس بالناس اللي كل يوم بيموت منها واحد، اعتقل منها واحد. وفي ناس كتير تقولك لا 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 والله عارفين النظام مش تمام، بس يعني ما حابين نعبر. ما تعبر خلاص، مين تهنئ مين انت؟ ما تعبر، اسكت، اكتم. عبيد النظام، خلوا بالكم حيجيكم الدور. وابدا النظام اللي زيكم بيستخدمهم كتير وبيشفطهم كمان، بيسحبوا لعنده. الكل عايز استقلال، بس بلاش تصفيق للخنزير إسياس وجماعتهم. بنفسي أفهم أنتوا استقليتوا بإيه؟ أنتوا مبسوطين بإيه؟ عايشين حياتكم مع أهلكم؟ طبعا لا. الحقوق اللي أنت أخذتها، أنت اللي تحب تمشي وتجي، سافرت، مين طلعك؟ أصلا في الحقوق جوا البلد، أنت ما عندك حقوق. مين حيطلعك برا؟ مين أنت؟ والفقر بأنواعه شايفين عندكم. تشتيت الهوية هو الهدف، وخلعك من جذورك هو الهدف. انت وهو كلنا متأذين من الوضع، وانت بفهمك ووعيك اخترت انك تكون ممسحة للنظام. وين ما غلط بتمسحها تبلعها، بس هي باينة، مش محتاجك انت، كأنه ما حصل اي حاجة. اختيارك اختيار عبد للنخاع. انت مجرد منشفة للنظام وقتيا، بس بعدين جايك الدور، وجاينا الدور كلنا. إذا ما في الشجاعة الكافية اللي تخلينا نقف قدام النظام، الكل جاي الدور. حتى لو طلعت من البلد، بفكر خلاص انت طلعت، انت خلاص بلا هوية بلا وطن بلا أهل. انت مين؟ هتفضل برا لاجئ وحتفضل جوا مذلول. حتى لو أخذت الجنسية، جنسية أي بلد، في النهاية اسمك وأصلك هو إريتريا. هتفضل بلا أصل وعيالك بلا أصل إذا فضلت أنت كده. خلوا عندكم شوية نخوة، بعتوها أنت النخوة أو بعناها. تخلوا عندكم دم وبلا احتفالات. إيه هو الوطن أصلا؟ إيه هو الوطن؟ الوطن اللي هو أصلك وفصلك ومكان اللي أنت ترتاح فيه. أنت عمرك شفت راحة في إريتريا؟ يمكن كلامي شوية أزعجكم، بس دي الحقيقة. آخر هم إن أنتوا تتكلموا، بس ده الواقع اللي حاصل فيكم. فيا شباب، بلا احتفالات، بلا نظام، بلا نظام الكلب. هم بلا هوية، أنتوا الهوية، بس أنتوا فين؟ دور على نفسك. ضيعتوا نفسكم. والتاني ليه نتكلم يا أخي؟ انسى، بلا إريتريا بلا بتاع. الحمد لله الحمد لله أن طلعنا. طلعت من فين؟ فين انت؟ مين انت اصلا؟ ولو اتكلم معك واحد يقول انت من فين؟ انت مين؟ روح امشي 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 امشي، طلع الكلب الخنزير اللي قاعد هناك، سياسي الكلب وعوانه. ما في خوف، ما في حد حيخاف. وفي النهاية ايه حيعمل سياسي؟ حيعتقلكم واحد ورا الثاني، حيجيبكم. وإلا جبتوه، الواحد بيموت مرة واحدة، مرة واحدة الموت. ما حتعرف وين تموت انت. موت بشرف. ما في خوف، ما في خوف، ما في خوف، وما حنخاف. طبعا ما خايفين، بس الواحد يقول لك والله يعني الواحد يعني كل واحد مسؤول من نفسه ومن أهله وي. أهلك مكانهم بلدك، بلا شحططة، بلا لجوء. أصلا نحن ما نعرف الشحاتة، ما نعرف نشحت كشعب، ما متعودين إنه نشحت. فما تزل نفسك، ما تتعب نفسك. أخذتكم البحر، أخذتكم الصحراء، أخذتكم الذل، واقفين في البيبان تشحتوا. هذا مش طبعك وده مش أصلك. دور أصلك في بلدك. أخلع الكلب اللي هناك، أخلع من جذوره.
زي ما هو ناوي يشتتكم شتتوا، واتمنى من أي واحد أصيل عنده أصل ما يصفق مع النظام، ما يصفق مع النظام. النظام بكى الكثير وشتت الكثير، وانت حتتشتت اللي تصفق بإذن الله. وكل واحد يعرف واحد يصفق أرجو أنه يرسله دي، على أساس أنه لو فكر أنه يرجع لأصله، الله يعافينا من ما ابتلاهم يا رب. مرتع أحلامي كرن، لا تلمني في هواها، قلبي الصبر ارتضاها. أنا لا أرضى بديلا عن سماها وثراها، جنة الدنيا بلادي يملأ الدنيا شذاها. كرن الخيرات أرضي أبذل الروح فداها، إن رأت مني صفاء أسرعت نحوي خطاها، أو رأت مني جفاء أرسلت خلفي سناها. هي عزي هي جاهي هي خير الناس جاها، لا تسني من سلاها ابنها العاصي سلاها. لا تسني من سلاها ابنها العاصي سلاها. كرن أضحت خرابا فاجر يحمي حماها، والجواسيس تباروا كي يروا نتنا حشاها. منذ حفاش أبادت من إلى الحق دعاها، منذ جنبار غزتنا لم تخف فينا الإله. منذ جنبار غزتنا لم تخف فينا الإله. منذ ساوى دمرتنا فغرت للؤم فاها. كرن عانت وعانت من حبيب قد قلاها. كرن قاست زمانا من لئيم قد كساها. ثوب ذل وهوان أين من عيني بهاها. ويحهم هل سرقوها لم تعد عيني تراها. ويلهم إن قتلوها سوف يصلون لظاها. إن تكن حجاز ثكلى أو نعت نقف رباها، أو رست في الهم دهلك من ذرى المجد رماها. مجرم باع الضمائر خائن يرعى السفاها. فكرا أمست يبابا كل ما فيها رثاها. فكرا أمست يبابا كل ما فيها رثاها. كل ما فيها رثاها. أسمرا في العهر باتت ولغت فيه يداها. وربوع الثأر عونا من دعاري من سقاها. أنا لا أبكي نعيما زال من فورتو فتاها. أنا لا أبكي نعيما زال من فورتو فتاها. أنا لا أبكي جنانا كان يروينا نداها. إنما أبكي فتاة ترتجي يوما فتاها. قضت العمر نحيبا سجنوا ظلما أخاها. حرموها طعم نوم قد غشاها ما غشاها. إنما أبكي عجوزا قصف الباغي قراها. إنما أبكي جيوشا يتعبر قد بكاها. كي نغني في سلام سال في جوكو دماها. كي نغني في سلام سال في جوكو دماها. إنما أبكي عفافا يحتوينا شرعطاها. إنما أبكي بلادا هي للروح مناها. هل سمعتم دار عز
قد تهاوت من علاها، مزقوها أحرقوها ثم تزهو تتباهى. أم رأيتم أسد غاب تخشى من فأر أتاها؟ قصة الثوار قومي أفرغت من محتواها، قصة الثوار قومي أفرغت من محتواها. كيف سنحيتك فهرت عنسبا سابت دماها؟ حلة السودان ثكلى أخذوا منها فتاها، سجنوه وهي تبكي قد تأذت مقلتاها. كان مأوى للحيارى، كان بدرا في سماها، حشى لا تشكو هياما عشق بتريت سباها، حشى لا تشكو هياما عشق بتريت سباها. عد حباب أي حب ربي المولى حباها، عد عقب نالت عقابا كان عودي مبتغاها. فسنين التيه طالت جنتي أن أراها، فسنين التيه طالت جنتي أن أراها. لا تزدني اليوم حزنا جرحي الدامي نعاها، لا تعذبني عزيزي قد كفاني ما كفاها. لا تلمني يا رفيقي أمتي شلت يداها، حين ذابت واضمحلت حين أفورقي غزاها، حين ذابت واضمحلت حين أفورقي غزاها. حين بيعت جزباندا بئس منبوذ شراها، إن تكن داري جحيما ليس يشفيني سواها، أو تكن في الأسر كلمة ما حنت يوما جباها. أنت يا فورتو، أنت يا فورتو أغاني ردد الكون صداها، لم يزل لمب يدمي دوحتي ماذا دهاها. كرن فخر بلادي موطن العز اصطفاها، كرن فخر بلادي موطن العز اصطفاها. فإلى الرحمن أشكو ربي الهادي رعاها، فإلى الرحمن أشكو ربي الهادي رعاها. مرتع الأحلام ضاعت قدري أن لا أراها، مرتع الأحلام ضاعت قدري أن لا أراها. قلب ضحك وكلبو شوتلينا قلبي مكانه جوي مسبو شوتلينا أبلا أمانة تفكر من العرب عبيد ورس كانوش لعبو عادة قلب ضحك وكلبو شوتلينا قلبي مكانه جوي مسبو شوتلينا أبلا أمانة تفكر من العرب عبيد كانوش نعبد. لا تلقينا بعمر صحاب وادمية أبونا بعداتنا بالصفتية نجيل منور الشيا وولي شليل ومرقص دكور وسومي. عادتنا عادتنا حشمة حبناتو بالعليلنا علامتنا، عادتنا عادتنا لجنسيتناتو ليوت حبي شرف بالناس. لا تلقينا بعمر صحاب وادمية أبونا بعداتنا بالصفتية نجيل منور الشيا وولي شليل ومرقص دكور وسومي. عادتنا عادتنا حشمة حبناتو بالعليلنا علامتنا، عادتنا عادتنا لجنسيتناتو ليوت حبي شرف بالناس. وارث أبونا تزعل حنا من مدير دولة سناقا يراحة كل نمير شوتلينا لزت كل هقيانا وكل شعب نمير قل يفضل عاداته لك عفو لك شوتلينا. وارث أبونا تزعل حنا من مدير
بغير دولا سناك يراح تقلبي شوتلينا نزك الهقيانا وكل شعب بغير قليب العادات لك أبو لك عادات قليب تحكي وكليبو شوتلينا كنتي مكانا جويب مسلبو شوتلينا أبلا أمانة تفكر من العريبو عبيد والرس كانوش لعبو عادك اللي بنحكي وكلبو شوت لينا عكرت مكانك ويدنا كلبو شوت لينا كنا أمانة تفكر من العريب وعبيد والروس كانوش لعبو لا بكنا باب السحاب وادمية شوت لينا أبو النبعات ونفس صفتية شوت لينا نجيل من أول الشيا وولي شليل ومركز ذكور وسومي عادتنا حشمة وحبناتو علينا علامتنا عادتنا لجنسيتنا عليو صحابي شرف بدنا لا بقينا بعمر صحاب وادمية شوتلينا أبو النبعات ونفس صفتية شوتلينا نجيل من أول الشيا وولي شليل ومركز ذكور وسومي عادتنا حشمة وحبناتو علينا علامتنا عادتنا لجنسيتنا عليو صحابي شرف بدنا وارث أبونا تزعل هلا من بغير دولا سناك يراح تقلبي شوتلينا نزك الهقيانا وكل شعب بغير قليب العادات لك أبو لك عادتنا حشمة وحضناتو بالعليلنا علامتناتو عادتنا جنسيتناتو علينا وتعبي شرف قلاتو عادتنا جنسيتناتو علينا وتعبي شرف قلاتو عادتنا حشمة وحضناتو بالعليلنا علامتناتو عادتنا جنسيتناتو علينا وتعبي شرف قلاتو عادتنا حشمة وحضناتو بالعليلنا علامتناتو عادتنا جنسيتناتو هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. مستمعين الأفاضل، إلى هنا وتنتهي بث برامج إذاعة الوفاق المعدة والمقدمة لهذا اليوم. باسمي ونيابة عن أسرة المحطة أشكر حسن متابعتكم، على أمل اللقاء بكم يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية.
هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري.